ربنا ماشي. الدنيا قاسية اتشقلبت بيا في ثواني، فتحت عيني لقيتني فجأة في دنيا تاني. ده حقي برضو، يعني ده حقي ومش مسموح. ده حقي برضو، يعني ده حقي ومش مسموح. واقفة جنب جوزي وفي ظهر جوزي وهفضل واقفة جنبه، ومش هسمح ان حد يتكلم عليه كلمة وحشة. حقها وده زوجها. زوجة عصام صاصة تطلب الخلوة الشرعية بزوجها في السجن، فبعد انتشار أنباء مطالبتها بخلوة شرعية مع زوجها من داخل السجن بعد ما حصل على مجموع أحكام عام ونصف في القضايا المنسوبة إليه، نشرت زوجة عصام صاصة فيديو ليها وهي ترد على الادعاءات الكاذبة ورفضها تماما للتصريحات اللي بتنتشر عنها. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ مش عارفة ابدأ الموضوع منين، بس انا بقالي فترة بينزل عليا اخبار كذب كتير. ما كنتش حابة ان انا اطلع اتكلم او اوضح اللي حصل غير لما اطمن على عصام. لحد من 4 ايام او 5 ايام نزل خبر انا طلبت خلوة شرعية. الكلام ده غلط وكذب، انا ما قلتش كده او ما طلبتش كده. احنا بقالنا فترة ما شفناش عصام او ما زرناهوش. فالطلب اللي اتقدم ان انا طالبة تصريح زيارة انا ومامة عصام عشان نشوفه. ليه التحريف في التصريحات وليه الكذب؟ مش فاهمة ليه الناس ممكن تنزل خبر زي كده كذب، خصوصا ان هو مش خبر عادي. احنا دخلنا في اعراض. ما كنتش حابة ان انا اتشغل في حاجة زي كده دلوقتي، كنت حابة ان تركيزي كله يبقى مع جوزي ومشكلة جوزي. بس الموضوع بدأ يدخل في سياق تاني خالص. مفيش حد يستحمل ان هو يشوف اخبار كذب بتنزل عنه، كومنتات وحشة جدا جدا. ليه يا جماعة؟ ليه التشهير؟ ليه التشهير بسمعة الناس واعراض الناس كده؟ عامة انا نزلت خدت اجراء قانوني ضد كل موقع نزل خبر كاذب او حرف في تصريحات بطريقة غلط، وضد كل اكونت شهر بيا وبسمعتي. النقطة التانية اللي انا عايزة اتكلم فيها، ان انت تكره شخص او تحبه دي اكيد حاجة ترجع لك، بس اللي مش مسموح بيه ان انت تغلط في الشخصية دي او تسوء سمعتها بالطريقة اللي انا بشوفها دي. فانا كمان برضو خدت اجراء قانوني ضد كذا اكونت منزل بيسوق في سمعتي وبيشهر بيا، لان ده حقي برضو، يعني ده حقي ومش مسموح. واقفة جنب جوزي وفي ظهر جوزي وهفضل واقفة جنبه، ومش هسمح ان حد يتكلم عليه كلمة وحشة. في نفس الوقت مش هسمح ان اي حد يغلط فيا او يسوق سمعتي بالطريقة اللي انا شايفاها دي. بجد متضايقة جدا جدا، ومش عارفة انا ممكن اكون اذيت حد في ايه ان هو ينزل عليا خبر زي كده، وان الناس تشهر وتتكلم بالطريقة البشعة اللي انا شايفاها دي. في الاول وفي الاخر انا انسانة عندي مشاعر، بحس بتضايق بزعل لما بيتقال عليا كلام وحش. فكان لازم اوقف المهزلة دي واخد اجراء قانوني، لان البلد فيها قانون في الاول وفي الاخر. انا بنفي صلتي باي خبر كذب نزل، واسفه ان انا ما خدتش الموضوع بضحك وترند زيكم، لان انتوا بتتكلموا في عرضي، بتتكلموا في حاجه مش مسموحه ليكم اصلا، وانا ما صرحتش بيها. يعني انتوا بتهاجموني وبتغلطوا فيا على خبر نزل كذب اصلا. انا نفيت الخبر اهو، وقلت لكم ان انا مشيت في طريق اخد حقي فيه بالقانون.